نرحب بضيفنا وائل فتوش الصحفي الرياضي. عرض لك. اهلا وسهلا، تحياتي لك محمد، ايضا ناتالي وكل متابعي بين سبورتس. للاسف الشديد المشاركه التونسيه كانت سيئه للغايه وخروج كان متوقعا، لكن الطريقه هي التي لم يكن يتوقعها احد صراحه بهذا الشكل. للاسف الشديد خروج قاسي على كره القدم التونسيه. دعونا نتذكر واياكم ما الذي حدث امس في المباريات المختلفه. تونس أسوأ أداء لها في تاريخها في كأس العالم، 9 أهداف قد تلقت، والخروج بأسوأ سيناريو ممكن، وإلى الآن لم تقابل هولندا. صحيح، مشاركة تونسية سيئة بكل المقاييس. هذه المشاركة كنا جميعا نتوقع في البداية ألا يكون المنتخب التونسي بأحسن حالاته، نظرا لحالة الفوضى في الاتحاد التونسي والتداخل بين الوزارة وأيضا الاتحاد في اختيار المدرب والعشوائية وما يقال في محيط المنتخب من أنه هناك أمور ليست على ما يرام. ولكن أن يكون هذا الظهور السيء أمام المنتخب السويدي بخماسية كاملة، ثم حتى مع تغيير المدرب صبري اللموشي وقدوم هيرفي رينار، وقلنا أن هيرفي رينار هو فقط عبارة عن رسالة موجهة للجماهير حتى تهدأ نوعا ما، ولكن هل يمكن يغير شيء على المستوى الفني؟ بالطبع صعب جدا. حاول أن يرمم الأمور من الجانب النفسي ولكن لم تمشي بالشكل المطلوب، وبالتالي خسارة ثانية كبيرة هي المشاركة الأسوأ في تاريخ كرة القدم التونسية على الإطلاق. هذا المنتخب الذي وصل كأس العالم 7 مرات، من العار ومن العيب أن يمر بهذه المرحلة. هناك أمور يجب أن يعاد دراستها من جديد في تونس على مستوى الأندية، على مستوى الدوري. عندما تأتي بلاعبين بصف ثاني في أوروبا بطبيعة الحال لن يكون الأداء بهذا الشكل، سيكون أداء سيء ودون المطلوب، وجزء من هؤلاء اللاعبين لا ينشطون في أوروبا، يعني أغلبهم على دكة البدلاء. بالتالي هناك إصلاحات ضرورية على مستوى بطولة الدوري كي يعود دوري تونسي قوي يصدر لاعبين للمنتخب، تغيير على مستوى قانون الجمعية تصبح شركات. يجب أن تكون هناك استراتيجية كاملة لمعالجة الأزمات الكثيرة في كرة القدم التونسية. ما حصل في المونديال مجرد ربما مؤشر أو مجرد صورة بسيطة لما يحصل في الدوري وكرة القدم التونسية والرياضة في تونس بشكل عام. نحن نعلم أن يعني تغيير المدرب في نص البطولة وتحديدا بعد الخسارة الكبيرة للمنتخب التونسي لم يصلح كثيرا يعني في المنتخب، لأنه أيام قليلة تولى هذا المدرب قيادة المنتخب. هل تعتقد أن تعيينه كان بهدف الإصلاح في هذه البطولة، أم أن بناء مشروع طويل الأمد بالنسبة للكرة التونسية؟ وكم تعتقد أن تعيين هيرفي رينار كان قرار متأخر نوعا ما بالنسبة للاتحاد التونسي؟ نعم، أن تعين مدرب أثناء البطولة لا يمكن أن يكون هذا حل أو بناء مشروع. المشروع ينطلق على قاعدة حقيقية من الأول، يكون استعداد. هو فقط كما قلت هو هذا التعيين لإرضاء الجماهير وإسكات الجماهير، لأن كان هناك غضب كبير على الاتحاد التونسي كرة القدم، على الإدارة الحالية للاتحاد التونسي كرة القدم، وكأنها رسالة لتخرج نفسها من هذه الورطة، فأتت بها في رينار من أجل تهدئة الجماهير. لكن فعليا ماذا سيغير مدرب في يومين أو 3؟ لا يمكن. وللأسف أصبحت عادة تونسية 5 مرات في تاريخ كأس العالم إذا غير مدرب أثناء البطولة 2 منهم كانت من تونس، الأولى مع كاسبر جاك وحاليا مع هيرفي رينار. حاليا ربما أو الأفضل أن هذا المكتب الجامعي أعتقد أن أصبح من الماضي منطقيا لا يمكن يستمر في ظل هذه الظروف. تعيين أول المدرب صبري اللموشي، جميعنا والرأي العام في تونس كل كان تعيين هذا المدرب، نعرف مسيرته السابقة أنه لم ينجح كثيرا، بالتالي هذا هو ما حصل تماما وفشل المنتخب في المونديال. كيف نقرأ هذا التصريح؟ ولو قرأناه بعاطفة نقول بأنه كلام صحيح وواقعي، ولكن عند الخسارة ربما نوع من التبرير وحتى نوع من انتقاد الزملاء عندما قال إخراج الكبار بالعمر، وكأن الموضوع لم يحسب الأمور بالكلام، أو أنك مع هذا الكلام للإعلام أن يكون. صراحة مع هذا الكلام بشكل عام لا، لأنه في نهاية الأمر هناك زملاء في هذه المجموعة حتى لو كانوا شباب وأتوا بشكل مفاجئ، في الأخير هي مجموعة واحدة. ولكن ما قاله علي العابدي منطقي لحد ما، لأنه لو نتحدث على ركائز الفريق نتحدث عن فرجاني ساسي هذا العام من أحسن اللاعبين في دوري نجوم قطر، غير موجود في المنتخب. إذا كان من ركائز الفريق عيسى العيدوني أيضا كان ركيزة أساسية في المنتخب غير موجود. علي معلول القائد الذي كان من الضروري أن يكون موجود، لأن الفريق حاليا من دون قائد، فريق من دون قائد فعلي داخل المجموعة، إضافة إلى غياب نادي الغندري، غياب غيث الزعلوني بطل الدوري مع النادي الإفريقي من أحسن الأظهرة.
هناك نقاط استفهام ايضا. عصام الجبالي بطل دوري ابطال اسيا 2 لم يكن موجودا. ان تغير فريق قبل مده وجيزه، ما فعله صبري اللاموشي هو انتحار كروي. غير الفريق يعني اقصى الركائز واتى بلاعبين شبان لا يمتلكون الخبره حتى في المسابقات الافريقيه، فما بالك بكاس العالم. فبالتالي من الطبيعي جدا ان يكون المنتخب بهذا الشكل، اضافه الى الاجواء السيئه داخل المنتخب وايضا سوء التواصل من المدرب صبري اللاموشي. للاسف الشديد لم يكن يتواصل بشكل جيد مع اللاعبين، كانت هناك كثير من الامور السلبيه. بالتالي النتيجة أمامنا جميعا هي خروج صراحة قاسي جدا عن كرة القدم التونسية، وأيضا جزء آخر يتحمله الاتحاد الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة. بالتالي لا يمكن أن تكون الأمور أفضل من هذا الشكل. إذن علامات استفهام كثيرة بالنسبة للمنتخب التونسي، نتمنى لهم التوفيق. ودائما الجهاز الفني يعتقد بأن المشكلة من المدرب، لربما ليست المشكلة الحقيقية في المنتخب التونسي من المدرب، بل نتحدث عن منظومة كاملة ليست جاهزة كانت لهذا المونديال كما يجب. بعد هذه المباراة لنتحدث قليلا عن المنتخب الياباني. هل يمكن اعتبار اليابان من المنتخبات القادرة على الذهاب بعيدا في البطولة؟ نعم، المنتخب الياباني من بين افضل المنتخبات الاسيويه، هو افضل منتخب اسيوي من بين افضل المنتخبات العالميه. نتحدث عن منتخب يمتلك منظومه مميزه، يمتلك استمراريه، لاعبين برتم عالي، جاهزيه بدنيه كبيره جدا. اللقاء الاول امام هولندا اظهر بشائر بالنسبه للمنتخب ومؤشرات ايجابيه لهذا المنتخب ان يكون من بين المنتخبات التي تصل ربما حتى لربع نهائي ونصف نهائي، ولا استبعد ان يصل اليابان لهذا يعني لهذه المرحله. ايضا الفريق بشكل عام منذ سنوات يقدم اداء جيد، حتى في البطوله الماضيه في قطر قدم اداء ممتاز وانتصر على منتخبات كبيره مثل المانيا، وفي اللقاءات الوديه كان دائما ينتصر. بالتالي اعتقد ان منتخب اليابان سيكون من بين المنتخبات التي تذهب بعيدا في هذه البطوله. فعلا، واهدافه الاربعه التي سجلها يصبح بذلك اكبر دوله اسيويه، اكثر دوله اسيويه تحرز اهدافا في مباراه بكاس العالم. مشاعر غاليه من الصغير ومن الكبير، وكلام فعلا يعبر عن الغضب الكبير. هو ربما الطريقه التي جعلت هذا الغضب العارم ب9 أهداف في أول مباراتين فقط لمنتخب يعني لديه مشاركة كبيرة في كأس العالم. هو ليس لأول مرة. إذا كراوساو خرجت بنقطة، ما هو السبب؟ واحد من الجمهور قال هناك السمسرة. تتوافق مع هذه الفكرة؟ وما هو ما القصد إن كنت تتوافق؟ نعم، هي السمسرة من بين المشاكل الموجودة، يعني ليست فقط السمسرة، لكن السمسرة حقيقة موجودة في تونس. وهذا الأمر حتى في اختيار اللاعبين. احنا لو لاحظنا اللاعبين تم اختيارهم من الدوري التونسي، تم اختيارهم حتى كل نادي ياخذ جزء من مداخيل الفيفا، يعني تم تقسيم مداخيل الفيفا للأندية المحلية حتى لا يأخذ نادي قيمة أكثر من النادي الآخر، ولم يكن المقياس بشكل عام هو مقياس فني لاختيار اللاعبين. إضافة إلى هذا، إلى التداخل الموجود بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد التونسي لكرة القدم. الاتحاد التونسي لكرة القدم لا يملك صلاحية اختيار مدرب. الوزارة هي من فرضت أن يكون المدرب الأول صبري اللاموشي تونسي الجنسية وأن يأخذ راتبه بالدينار التونسي. هي أيضا من فرضت في البداية ومنعت التعاقد مع كارلوس كيروش. هذه حقائق. اليوم من بين هذه الأسباب أن يظهر المنتخب بهذا السوء. عندما وصلت الأمور لهذه المرحلة بطبيعة الحال الجمهور لن يكون راضي. نتحدث عن منتخب يشارك في كأس العالم للمرة السابعة، للمرة الثالثة تواليا. أن يخسر بهذه النتيجة وبهذه الطريقة، أعتقد أنه هذا الأمر لا يقبله أحد في تونس. رب ضارة نافعة، أقول رب ضارة نافعة. بعض الأحيان تكون النكسة الكبرى والكارثة الكبرى فرصة للتغيير ومناسبة للتغيير الكبير. أتمنى أن هذا الخروج يسبب في تغيير جذري في القوانين الأندية، لأن الأندية في تونس أندية جمعيات، أندية ليس الحق في امتلاك حتى حافلة. يجب أن تكون الأندية شركات ومتاحة للاستثمار الأجنبي، وتصبح مؤسسة الدوري منفصلة، وكثير من الأمور حتى تعود كرة القدم التونسية. نشاهد ترتيب المجموعة السادسة. هولندا تتصدر هذه المجموعة ب4 نقاط، اليابان 4 نقاط، السويد في 3 نقاط، أما تونس للأسف ولا نقطة. وخرج المنتخب التونسي كأول منتخب عربي من هذه البطولة. وأول شيء يجب على الجهاز الفني التونسي أن يفعله بعد عودة المنتخب إلى تونس وحتى يستمر هذا الجهاز الفني، لأنه قدومه كان مؤقت فقط
لنهاية كأس العالم. لا أحد يعرف هل هذا الإطار الفني سيستمر أو لا. أعتقد منطقيا صعب جدا، لأنه ربما تكاليف راتب هذا الجهاز الفني غير مناسبة مع إمكانيات الاتحاد التونسي لكرة القدم. هذا أولا. ثانيا، المكتب الجامعي نفسه قد لا يستمر في المنتخب، لأنه بعد هذه الكارثة لا أعتقد أن المكتب الجامعي هذا سيستمر. الأمر أصبح صعب جدا منطقيا. أعتقد أنه بعد كأس العالم سيتغير المكتب الجامعي، ربما يتغير الإطار الفني، ستكون هناك تغييرات كبيرة وكبيرة جدا. يجب التعاقد مع مدرب جديد أجنبي وألا يكون تونسي. أتمنى أن يواصل هيرفي رينار، لأنه يمكن يكون مدرب مشروع، لأنه هو لا يتحمل أي شيء من اللي يحصل حاليا في كرة القدم التونسية. لو يكون هو موجود ل4 سنوات قادمة للمشاركة القادمة في كأس العالم أفريقيا، نبني خلفه مشروع، يكون مدرب عنده صلاحيات، مدرب يراقب كل الأصناف، ليس فقط المنتخب الأول، تكون إدارة فنية كاملة ومشروع شامل. غير هذا هو عبارة حلول ترقيعية ومواصلة في الفشل. فعلا بالانتظار ماذا سوف يحدث مع المنتخب التونسي. نصير قرطاج. هيرفي رينار تم سؤاله في المؤتمر الصحفي هل أنت باقي للمشروع؟ أجاب بلا. فهو واضح جدا بأنه أتى فقط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.